شنو اكثر المواقف اللي صار وياك بحياتك؟ انا موقف صار وياي بال 2012. زين شنو هذا الموقف؟ والله انا يعني هاي بلد مناطق زراعيه، تعرف انت هذا الشيء. زين هناك غرقت بالمي. غرقت؟ اي غرقت بالمي. زين من 7 ساعات الى 8 ساعات انا بالمي غرقان. بعدين يعني طلعوني ياخذوني للمستشفى والدي قالوا لي يعني سحبوا المي اللي بداخلي، قالوا له متوفي هذا لا محاله يعني. لا اله الا الله. اي والله العظيم. زين تمام اوكي، انت 7 ساعات غرقان بالمي الا 8 ساعات. اي زين طلعوك بحثوا عنك؟ لا اول يعني دوروا علي بعدين لقوني بالمي، يعني انا مو هاي كل الفتره يعني فاقدين ما يدرون بي انا بالمي، الا طوفت انا فوق يلا عرفون ان انا بالمي موجود. بعدين اخذوني للمستشفى سحبوا المي اللي بداخلي، قالوا الوالد يعني متوفي لا محاله، اخذوني غسلوا لي شفنوني وراحوا شيعوني يردون يدفنوني، انا حطوني باللحد. انت واصل يعني هيك وراي حطوني باللحد. مستحيل هذا. والله العظيم حطوني باللحد. لا بس لحظه انا ما اعرف يعني اذا تحكي صدق ويا انت. والله العظيم والله على ما اقول شهيد، وهم اهالي البلد يعني يعرفون بهذا الشيء يعني. اي حطوني باللحد. بعدين من دا يبنون علي يعني دا يقول لك العفو المقاطعه، دا يقول لك انه انا 7 ساعات يعني متوفي، حطوه باللحد وما اعرف ايش وكذا ومستشفى. والله كمل. اي بعدين حطوني باللحد دا يبنون علي، ابويا اللي دا يبنى علي. شهقت بس سحبت النفس ورجعت اغمى علي، يعني كما انه كل شيء ما صاير. طلعني حتى العالم قامت تصيح على ابويا، يعني قالوا له يعني انت من قد ما تحبه تهيأ لك او فد شيء. ابويا ما سمع لهذا الكلام، اخذني المستشفى نفس الحكي مالت العالم. قالوا له انت ملحد؟ ها؟ اي انا مشفن انا. اي واخذوني اخذني بالمستشفى رجعني، قالوا له عم تهيئات من قد ما تحبه. يعني انت بعدك مشفن؟ اي اي اخذني رجعني للمستشفى. بعدين قالوا له هذا يعني انت من قد ما تحبه او فد شيء او صارت وياك هيك شيء. صارت وياك هذا الشيء يعني. بعدين لما اخذني البيت قال له معجزه ربانيه، اذا يعني الا الله يعني يلا يقدر هذا يسوي شيء، واذا يقعد اذا يقعد من النوم او يفيق من الغيبوبه هاي راح يطلب شيء ياكله، يعني اكيد جوعان راح يطلب شيء اكل ياكله. هاي كلام الدكتور؟ اي الدكتور قال له الا معجزه ربانيه يلا يصير هذا الموقف. زين بعدين اني يعني اخذني هو والدي اخذني بالبيت ومخليني بالبيت. زين قعدت بالليل طلبت اكل. سبحان الله. اي قعدت يعني فقت من الغيبوبه. زين وطلبت اكل اكلت نمت رجعت الصبح كل شيء ما بي، قعدت كل شيء ما بي. الامر طبيعي. اي الامر طبيعي والحمد لله. سبحان الله. طبعا كل شيء ما يعصى على رب العالمين. مو مو كليتنا احنا مؤمنين ونرضى بكل شيء، بس لكن احبتي المشاهدين يعني هذا الموقف صراحه يعني والله ما اعرف شنو اوصفه. سبحان الله على كل شيء.